ما كانت إلا لأنهم شعروا بأنهم في الميدان وحدهم، لأنهم متروكون، لأنهم لا يجدون من يحفلون بقضيتهم إلا على مستوى الإعلام والتصريحات. على مستوى الإعلام والتصريحات نجد أن قضية الأسرى لا تكون إلا على الميكروفونات فقط، بينما في العمل ليس هناك لها ذكر. وإلا على طوال 20 عاما لا بد لو كل سنة أطلعنا أسير كان ما ظل أسير في السجن. أيها الإخوة، أسرانا هم محور الوحدة وهم الأساس الذي لا نرضى به أن يذل به أسرانا. هؤلاء الذين يمثلون نجوما ساطعة، الذين يقضون زهرات شبابهم، الذين يمارس عليهم كل أصناف الذل والهوان، مخالفة لكل الأعراف الإنسانية والدولية وغيرها، حتى على مستوى الرفق بالحيوان. أن يجوع الإنسان 130 يوم 150 يوما يرفض الاعتقال، لأنه اعتقال غير مبرر، اعتقال ليس له سند قانوني، اعتقال هو ممارسة للظلم على الإنسان. أيها الإخوة، لابد لنا أن نتكاتف الجهود جميعا، ونحن في وقتنا الحاضر نتحدث عن الوحدة ونتحدث عن المصالحة. يجب أن يكون هذا الكلام يترجم على أرض الواقع في داخلنا وخارجنا. لا بد أن يكون كلاما يترجم من كل القيادات، من كل الذين يتكلمون عن المصالحة، من كل الذين يرفعون هذا الشعار. لا بد أن يكون قولا وفعلا على أرض الواقع، حتى نكون حقيقة قوة رئيسية في دعم أسرانا والوقوف معهم.